السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة جديدة ومفيدة كمان، كلها فوسفور. السمك البلطي. السمك البلطي يا جماعة ليه فوائد كتيرة جدا. هنعمله وهنعمل معاه الرز الصيادية. هنعمل السمك بطريقة جديدة هتنسي كل وصفات السمك التقليدية اللي انت عارفاها، سواء قلي او شوي او صواني. تعالوا شوفوا الطريقة الجديدة دي وهتقولوا ما اكلناش سمك بالحلاوة والطعامة دي. وهقول لكم كمان على فوائد السمك البلطي، ليه فوائد عظيمة جدا. الوصفة دي هنستعمل فيها السمك البلطي او اي نوع سمك انت حباه، بس بيكون طعمه كويس قوي في البلطي، افضل من اي نوع سمك تاني. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ في وصفتنا. بس يا ريت قبل ما نبدأ كده تعملوا لي اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعارات بكل فيديو جديد بنزله. اول حاجة واحنا بنشتري السمك كده لازم يكون طازة. يعني تعرفي ازاي ان هو طازة او فريش؟ بيكون ظهره جامد وعينه بتبرق كده او بتلمع، عشان الجو اللي من دول حر وممكن يكون مش كويس. لازم نركز في الحتة دي قوي. بنجهز السمك بالكمية اللي انت هتعمليها وننضفه كويس. بنشيل القشر والخياشيم بتاعته وبننضفه من قلبه كويس جدا، وبنغسله ونعصر عليه ليمون. ولو الحجم كبير بنفتحه من الظهر كده فتحتين عشان يتبل، ولو صغير بنفتحه برضه عشان ياخد طعم التتبيلة يعني. وبعدين بنجهز التتبيله بتاعته. هقول لكم التتبيله عباره عن توم وفلفل اسمر وكمون وكزبره ناشفه وفلفل احمر حار وده اختياري، وليمون. ونعملهم في الكبه على حسب كميه السمك بتاعتك اللي انت عاملاها. وممكن تضيفي معلقه خل صغيره، او بنكتفي بالليمون بس وبستبعد الخل. لو السمك حجمه كبير بنعمل فتحات زي ما احنا شايفينه كده بالشكل ده عشان ياخد من التتبيله ويستوي معانا على طول. ونتبله كده من جوه ومن بره عشان يتشرب الخلطه بتاعتنا ويتبل كويس، ونسيبه نص ساعه على الاقل. وبعدين الدقيق. الدقيق عباره عن ايه؟ الدقيق مضاف عليه معلقه نشا كبيره ورشه بسيطه ملح ورشه فلفل، ونبدا نعفره بقى في الدقيق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزه اقول لكم فوائد السمك البلطي سريعا كده. البلطي ده يا جماعه هو مصدر بروتين قليل الدهون، يعني ما فيهوش دهون كتير ومغذي، وله فوائد صحيه كبيره قوي. اول حاجه انه منخفض السعرات الحراريه والصوديوم، يعني ينفع قوي كوجبه غذائيه كويسه للناس اللي بتعمل دايت او رجيم. وكمان في نسبة عالية جدا من البروتين منخفضة الدهون، يعني البروتين اللي فيه مفيهوش دهون كتير. كمان بيحتوي على اكتر من 25% من احتياجاتك اليومية من الفوسفور. طيب ايه الفوسفور ده وفايدته ايه؟ هقول لكم فايدته بس نكمل خطواتنا مع بعض كده الاول وبعدين هقول لك فايدته. احنا دلوقتي عملنا السمك في الدقيق وبعدين جهزنا قلايه وهنقليه فيه. هنجهز كمان الطماطم بتاعتنا اللي هنضيفها عليه. كان في شويه دقه باقيين من التتبيله فضفتهم على الطماطم وهي بتنضرب في الخلاط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنضربها عشان تدوب معانا عشان تاخد الطعم كله وما يبقاش التتبيله في مكان ومكان تاني مفيهوش. اقولك دلوقتي انا قليته ليه. قليته هو ممكن نحطه في الصلصة عادي بدون قلي، لكن القلي بيديله طعم تاني وبيخليه ماسك نفسه كده بعد ما نطبخه. يعني ما يكونش مهري كده وانت بتاكليه او بتنقليه في طبق التقديم. هنقلي الكميه كلها كده ونجهز الصينيه اللي هندخلها بقى الفرن. ونضيف فيها معلقتين او 3 زيت بالشكل ده، ونرص فيها السمك اللي قليناه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا كنا مقطعين الفلفل، فلفل احمر حار وفلفل اخضر. لو مش حابين فلفل حار استبعدوه خالص، بلاش فلفل حار، ضيفوا الاخضر بس. وبعدين هنضيف الصلصه كده اللي احنا ضربناها في الخلاط مع التتبيله. ضفنا الطماطم وبعدين هنضيف كمان معلقتين زبده. وبعدين ما ننساش الليمون، نعصر عليه كمان ليمونه ونرفعه على النار.
على نار متوسطة من 10 دقايق لربع ساعة او لحد ما يتشرب الطماطم بتاعته، وبعدين ندخله الفرن عشان ياخد وش. دي صينية تانية في يوم تاني حبيت اوريها لكم عشان ضفت حاجة زيادة فيها خليتها طعمها مختلف جدا. ضفت شبت عليها، قطعته كده مع الفلفل، وبعدين ضفت الطماطم والتتبيلة بتاعتها ورفعتها على النار زي ما عملنا في الصينية الاولى بالظبط. دلوقتي هنعمل رز الصيادية. هنجهز بصلاية كده كبيرة ومعاها فلفل حامي وفلفل اخضر، ونضربهم كده في الكبة زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين نجيب معلقتين سمنة ونجيب الحلة اللي هنعمل فيها الرز ونضيفهم فيها ونحاول نحمرهم كده، نحمرهم لحد ما لونهم يبقى بني. هنقلب كده بالشكل ده لحد ما لونهم يبقى بني. السمك دلوقتي على النار كده خلاص، هندخله الفرن لحد ما يبقى بالشكل ده عشان ياخد وش. دخلناه الفرن 5 دقايق كده لحد ما ياخد وش. البصل دلوقتي بقى لونه بني، هيكون بالشكل ده كده. هنكون غاسلين الرز طبعا الكمية اللي احنا عايزينها، وبعدين نضيفه عليه ونقلبه ونشوحه كويس كده لحد ما يفلفل معانا، وبعدين نزوده بقى الشوربة بتاعتنا او المية المغلية. لازم تكون مية مغلية. بس قبل ما نضيف المية المغلية كده هنضيف رشة فلفل اسمر ورشة كزبرة ناشفة ورشة كمون، وطبعا ما ننساش الملح بتاعنا، ونقلبه كويس كده حوالي 5 دقايق لحد ما يفلفل معانا. ما نزودش على طول. في الوقت ده يكون غالين مية، وهنزوده بقى المية بتاعتنا. هنفضل نقلب فيه كده لحد ما يفلفل، يكون بالشكل ده لحد ما السمنة تغلف الرز كله عشان ما يعجنش معاكي ويطلع معاكي مفلفل وكويس. وبعدين هنضيف بقى المية بتاعتنا المغلية بالشكل ده ونسيبه يستوي. عايزة اكمل لكم عن فوائد الفوسفور اللي موجود في السمك البلطي او الاسماك عموما. الفوسفور ده معدن اساسي موجود بشكل رئيسي في العظام والاسنان، وبيعمل كمان مع الكالسيوم لدعم صحة الاسنان والعظام، وكمان له دور مهم في استخدام الطاقة وتخزينها وصنع الخلايا بتاع جسمنا. وطبعا السمك ده مصدر مهم وممتاز لفيتامين د والبوتاسيوم اللي بنحتاجه لجسمنا، وكمان له فوائد كتيرة جدا، بس عشان وقت الفيديو لخصتهم في الكام نقطة دول. شايفين بقى بعد ما خلصنا شكله جميل ازاي، ورز الصيادية والسمك ما شاء الله بألف هنا. عايزة اقول لكم الشبت دخل السمك ليه طعم تاني وطعم مميز جدا. عايزاكم تجربوا الطريقة دي ومش هتندموا. تقدري تقدمي صينية السمك اللذيذة دي تاكليها مع الرز او بالعيش، هيكون طعم تحفة ومفيش احسن من كده. طعمه لذيذ جدا، وصفة سهلة جدا وما فيهاش افتكاسات كتير. هتقدميها بقى مع السلطة والبطاطس وسلطة الطحينة او البابا غنوج وبألف هنا. بتمنى من قلبي يكون الوصفة بتاعت النهاردة عجبتكم. بتمنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات، وممكن تعملون اشتراك في القناة، تفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعارات بكل فيديو جديد بنزله. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.